عايزين تعرفوا مين اللي على الساحة دلوقتي ومين الناس اللي معاها فلوس وده في البلد بيركبوا عربيات بسبب دعم المغفلين. تعالوا كده اوريكم. تعالوا اتفرجوا معايا كده. الفلاية المقلية اللي زي السكر دي مع الزرطة البلدي دي. معلش يا حبيبي. طب روح شوية لحد الريحة ما تروح، بس عشان ده ريحتها وحشة جو. روح اما الريحة تروح هناديلك، عشان نفسك ما تتصدش على الأكل، بس أنا خايفة عليك. اصبر شوية، لسه الريحة راحت ريحتها ولا لسه؟ لسه ريحتها وحشة؟ لسه. اصبر يا شباب، ما نقدرش غصب عني يا شباب. هنعمل ايه طيب؟ معلش يا حبيبي، اصل كلت خضره ايامي وقلبي منفوخ. معلش يا ولاد استحملوني. ده نفسية ده بطولة شم فيصل ام ابراهيم. هو اي فاسيه وخلاص ولا؟ تعالى شم بقى، تعال في بواقي بسيطه. تعالى خد، تعالى اقعد شد لك نفسين بس والله. بصوا، انا بعتذر جدا عن الالفاظ اللي سمعتوها والمناظر اللي شفتوها دي، وطبعا حاشا للاكل وحاشا لنعمه ربنا اللي بيتقال عليها كل الالفاظ دي كلها. دي واحده زي ما انتوا شفتوا كده طالعه بتتفشخر بالذهب اللي هي لابساه، ويعني ربنا اداها من طبعا محتواها اللي انتوا شايفينه ده محتواها، انها بتطلع تقول الفاظ على الاكل، الفاظ مقرفه جدا والفاظ خارجه جدا، والناس بتخش تدعمها كتير جدا. معرفش ليه. ده المحتوى اللي ماشي دلوقتي، ولا عزاء للعلم ولا للدكاتره ولا للمعلمين ولا لاي حاجه، قاعدين في بيوتهم يا عيني بيشحتوا. وهو ده اللي ماشي على الساحه. يعني لو عايز تجيب فلوس تركب عربيه وتلبس المدام بتاعتك ذهب وحامل زي ام ابراهيم، مش اكتر من كده. دي بلدنا دلوقتي، وحسبي الله ونعم الوكيل. احنا وصلنا لأدنى شيء ممكن نتخيله في الحياة، إن إحنا ممكن بقينا ندعم القرف ونعمل للحاجة اللي ملهاش لازمة سعر، ونخليها تعلى ونخليها تبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. أنا مش هتكلم كتير وليكوا التعليق بس كده.